وأخيرا عدنا والعود أحمد. طيب في الفيديو ده أنا جاي علشان خاطر أتكلم معاك عن موضوع مهم جدا بيقابلنا كلنا في حياتنا، تمام؟ ألا وهو الدوبامين السريع، بمعنى أصح الريلزات اللي أنت بتتفرج عليها. فخلينا نبدأ من غير أي كلام كتير وندخل في صلب الموضوع، بس قبل ما نبدأ أنا عايزك تحضر قهوتك الجميلة وتحصلني. بعد ما تجيب قهوتك تعالى بقى في الأول أما ندخل جوه الجمجمة كده ونشوف الموضوع ده بيشتغل إزاي. إيه اللي بيحصل الأول؟ الدوبامين ده مش هرمون سعادة بس، حرفيا ده هرمون متوقع. بمعنى أصح تخيل كده زمان كان أجدادي وأجدادك بيخرجوا علشان خاطر يعملوا إيه؟ علشان خاطر يصطادوا ويشوفوا أي حاجة يجيبوها أو ياكلوها يقطفوها من على الشجرة أو أي حاجة. فلما كان بيوصل عند الشجرة على طول يلاقي مثلا شجرة مثمرة، الدوبامين عنده بينفرز على طول علشان خاطر هرمون السعادة، وعلشان يروح يقطف الشجرة دي، ويا بقى لو قطفها وكلها منه. مش عايز اقولك حرفيا الدوبامين عنده بيروح لفين. خليني اقولك ان ده اللي شركات التكنولوجيا حرفيا بتعمله الفترة دي. جابوا اكتر علماء او اكبر علماء الاعصاب علشان خاطر بس يخلوا رنة تليفونك او الاشعارات الحمراء اللي بتظهر لك دي حرفيا هي دي اللي تنشط هرمون الدوبامين عندك، لا اكتر ولا اقل. فانت حرفيا بقيت عامل شبه فار التجارب بالظبط. كل سكرول عندك بيزود هرمون الدوبامين عندك، يزود هرمون الدوبامين، يزداد 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 لحد ما تفضل خلاص الريلزات انت قعدت عليها 4 ساعات حرفيا. فتيجي بعد ال4 ساعات مخك تلقائي بيقفل هرمون الدوبامين ده، فتقعد بقى تدور تجيبه منين تاني تجيبه منين تاني، وتقعد بقى ماشي في نفس السايكل دي او في نفس الدوامة دي. وده اللي احنا بنقول عليه في المصطلح الانجليزي الداون ريجيوليشن. بمعنى اصح ان انت خلاص هرمون الدوبامين عندك بيجي بعد ال4 ساعات بيدن ينزل لحد ما يتقفل خالص، تمام؟ فانت تلقائي بتيجي تقوم بعديها خلاص انت الدوبامين عندك خلص، تيجي تقوم بعديها تاكل ما تحسش بطعم الاكل، او عادي بالنسبة لك الاكل اكل عادية. بعد زمان كان الاكل بالنسبة لهم دوبامين، هرمون سعادة، مش عارف ايه. حتى ممكن تيجي تشرب القهوة ما تحسش، يعني تيجي تشربها بعد ما تشوف ريلزات لمدة 4 ساعات ولا حاجة تقعد تسكرول عادي. يعني شوية قهوة زمان برضو كانوا بيشربوا القهوة دي ما اقولكش على الدوبامين اللي فيها. اكل ما انتش بتحس بطعمه، تمارس اي حاجة انت بتحبها، تنزل جيم، تنزل مش عارف ايه، تحس بربع الدوبامين، تحس مش عارف ايه. مش كله ليه؟ انت في بداية يومك اصلا خلصت الدوبامين بتاعك، ال4 ساعات دول خلصوا. وانا هنا مش بقولك الدوبامين 4 ساعات، ولكن حرفيا مستقبلات الدوبامين بتاعتك اللي في المخ هي بتقفل بعد ال4 ساعات، لما بتلاقيك عمال بتخلص فيهم في شوية ريلزات. فانت بقى علشان خاطر تتغلب عن الموضوع ده، وخلي بالك انا بكلمك هنا عن الريلزات اكتر، تمام؟ علشان بقى خاطر تتغلب على الموضوع ده هتعمل ايه؟ انت عندك 4 مستويات. المستوى الاول خلينا نتكلم عليه بكل بساطة، اللي هو تنظف على طول الحاجات او الممرات اللي بتظهر قدامك من الموضوع ده. بمعنى اصح اي تطبيق بتفتحه لا اراديا او عشوائيا كده وانت بتمسك التليفون، في تطبيقات انت لو حاولت ان انت تركز او تستوعب انت بتعمل ايه هتبص تلاقي نفسك بتمسك وليكن تليفون زي ده كده، تمام؟ تفتح التليفون، فتحنا، دخلت ايدي جت على طول على الانستجرام وليكن، تمام؟ فتلقائي ايدي خلاص حفظت، ما عندتش بقعد افكر انا عايز ادخل اعمل ايه، لا هو انا بفتح ايدي ضغطت بقعد اسكرول وخلاص. طب هل انت اصلا عقلك هو اللي سيستم لك الموضوع ده؟ يعني انت لما صحيت من النوم قلت انا هفتح انستجرام وهشوف كذا وهعمل كذا وهسوي كذا، ولا لا اراديا فتحت ودخلت على طول ايدك اللي اتحركت بس؟ دي كارثة. فلازم تمسح اي تطبيق ايدك بتروح عليه لا اراديا. تاني طريقة ودي حاجة انا جربتها بصراحة، خدها الابيض والاسود. خش عندك كده في اعدادات التليفون، هتلاقي في حاجة ان انت تقلب تقريبا التطبيقات. انا كنت اقلب التليفون كله عامة، تقلب التطبيقات ابيض واسود او التليفون كامل ابيض واسود. بمعنى صح لما تيجي تفتح بقى بعد كده انستجرام او فيسبوك او اي مواقع من مواقع التواصل، هتبص تلاقي شكلهم مش اللي عينك اعتادت عليه، فهتحس ان الموضوع ممل بالنسبة لك، فتلقائي هتخرج منه بعديها بشوية. يعني الساعة مش هتجيب 2 و3 و4 زي ما كان بيحصل فيك. بمعنى أصح 90 دقيقة، قاعدة 90 دقيقة دي مهمة جدا ولازم تنفذها. أول ساعة ونص من يومك اوعى ثم اوعى ثم اوعى ثم اوعى ثم اوعى 5 مرات، تمسك ده، ما تصحاش من النوم على ده، اطلق. والله ده اللي بيدمر، ده حرفيا بيضيع اي حاجة تلقائي. اوعى تصحى من النوم تمسك ده،
ماشي. اول ما تصحى من النوم ابتدي ان انت سيستم مخك، شوف انت عايز تعمل ايه، ما تصحاش لا ارادي كده تمسكه وتقعد لي عامل لي عين وعين ونص ومش عارف ايه ومش قادر اصلا تفتح. قوم اغسل وشك، اغسل شعرك، اغسل سنانك، وابتدي رتب سريرك، وابتدي شوف انت ايه اللي وراك تنجزه في الاول. ما تخلصش الدوبامين اللي انت صاحي بيه في اول اليوم على ده كارثة، ده سبب ضياع الكل حرفيا. تمام. بقيت تيجي تمسك اصلا منشور كبير او تيجي تقرأ كتاب، ما انتش عايز تقرأ كتاب اصلا. هقرأ كتاب ليه وانا قدام الريلزات في ثانية بيلخص لي الدنيا دي كلها؟ الواحد ما عادش عنده خلق، صدقني والله الواحد ما عاد عنده خلق للموضوع ده. حاول اول ما تصحى تسيطر على عقلك، ما تسيبش عقلك هو اللي يسوقك ويسيطر عليك، سيطر عليه علشان خاطر تفهم انت ماشي ازاي.